ده هوندا هورنت، اشهر بايك في العالم واكتر بايك معروف في مصر على مر العصور. وانا اسلام، وده الفيديو اللي هكلمك فيه عن تاريخ الهورنت. ظهر الهورنت للعالم سنة 1998، واللي قدم سلسلة جديدة من الموتوسيكلات اللي معمولة عشان الشارع والمشاوير بتاعت كل يوم، علشان ياخد مكان اخوه السي بي 600 اف وقتها، ونجح نجاح قوي جدا. وده كان متوقع الصراحة. الفرق كبير ما بين تصميم الهورنت وتصميم السي بي 600 اف. فعلا كانت نقلة نوعية في كل حاجة: التصميم العنيف والاداء القوي والسريع، الركوبة المريحة بشكل عام. كان متوقع النجاح للموديل ده، والنجاح كان كبير لدرجة ان الهورنت بقى اشهر موتوسيكل عند كل الناس، حرفيا مفيش حد ما يعرفوش. ولحد النهارده الهورنت اختيار ممتاز. من 1998 لحد 2006 ده كان اشهر وانجح موديلات للهورنت. نفس الموتور والشكل الايقوني مع تعديلات بسيطة كل سنة. الموتور ده اللي متاخد من السي بي ار 600 اف، البايك ريسنج بتاع هوندا وقتها. اول اصدار اللي كان سنه 1998 كان بيطلع 92 حصان، وفي سنة 2000 عملوا تطويرات للهورنت وبقى بيطلع 94 حصان وتطوير كبير في الفرامل. بعدها بسنتين سنة 2002 الهورنت شاف التطوير الكبير: تانك جديد بتصميم جديد، سعة رئة أكبر من 16 ل 17 لتر، مع كاتم صوت في الشكمان علشان قوانين الانبعاثات الأوروبية. والموتور الأيقوني اللي كان 600 سي سي انلاين 4، 6 سرعات، بيطلع 97 حصان و64 نيوتن متر، اللي كان بيجيب توب سبيد 230 كيلومتر في الساعه، واللي وقتها كان فعلا سريع قوي، مع الشاسيه الستيل الخفيف والمساعدين العاديه اللي ساهمت جدا في الهاندلنج. ومع السعر القليل كمان هورنت كان بيقدم صفقه ممتازه وقتها. وفي 2005 غيروا نظام التعليق في الهورنت، بقى يجي بمساعد مقلوب قدام ومساعد خلفي وسطي جديد علشان راحه اكتر مع السواقه. التغييرات في الهورنت ما كانتش كبيرة وقتها، كانوا كل سنة يضيفوا حاجة بسيطة. لحد 2007 رجعت هوندا لروحة الرسم تاني مع الجيل التاني من الهورنت، وما بقاش غير تسمية هورنت من الأوريجينال. الهورنت اتغير تماما واتعمل له إعادة تصميم من الصفر تقريبا. الموتور كان متاخد وقتها من السي بي ار 600 ار ار المعروف عند ناس كتير والمشهور جدا. وكمان هوندا غيرت تصميم الكشاف اللي قدام المدور، اللي كان شكله ممل الصراحة، وتحول التصميم اللي واخد طابع إيطالي وده واضح جدا، واللي شكله أحلى بكتير. وتغييرات تانية كتير زي العداد، النص ديجيتال والنص عادي، نظام فرامل اي بي اس، تانك 19 لتر، والشكمان اللي بقى على الجنب من تحت، وتصميم جسم البايك نفسه، وحاجات تانية كتير اتغيرت. بالرغم من كل التغييرات دي حافظ الهورنت على شخصيته المميزة وسهولة سواقته. موتور الهورنت في الوقت ده كان نفس موتور السي بي ار 600 ار ار، بس مع شوية تعديلات. عادوا تصميم السلندر هيد وبساتين جديدة وكام شافت جديد، والفيل ماب مختلفة كمان، وحتى شاسيه بقى من الألمنيوم. بس لسه الموتور 600 سي سي انلاين 4، 6 سرعات، بيطلع 101 حصان و65 نيوتن متر و250 كيلومتر توب سبيد. والصراحة الأرقام مش بتبين الفرق، لكن على أرض الواقع الفرق كان كبير، والتطوير كان فعلا فارق جدا في كل حاجة من ناحية الأداء في البايك ده. فضل الموديل ده على نفس الحال لحد 2009. حصلت شوية تغييرات في نظام التعليق، نظام تعليق جديد وعداد كمان جديد. وعلشان لكل بداية نهاية الهورنت كانت في 2014 لما وقف إنتاجه، وبدلوه بالموديل الأجدد السي بي 650 اف، مع موتور أكبر 650 سي سي وشكل أحدث. في 2023 وصل للسي بي 750 والسي بي 1000. السي بي 1000 كان بينزل من قبلها، بس ده كان ممكن السنة اللي اتشهر فيها. وانتهى الهورنت تماما. هو ما انتهاش خالص، لسه بينزل لحد النهارده بتسمية سي بي 1000 هورنت. بس انا قصدي ان الهورنت اللي احنا نعرفه الايكونيك هو اللي انتهى. في نسخة ما اتكلمتش عنها، هي الهورنت 919، اللي كان ميكس ما بين السي بي ار 919 والهورنت، واللي بدأ سنة 2002 ووقف انتاجه سنة 2007. بص، في موتوسيكلات تبان جامدة على الورق، لكن تفشل انها تديك دفعة الادرينالين اللي انت محتاجها. وبطريقة ما الهورنت 919 كان واحد من الموتوسيكلات دي. عامة ده مش موضوعنا النهاردة. الهورنت أيقونة في عالم الموتوسيكلات، ومحدش يقدر ينكر حاجة زي كده. وغالبا حد في عيلتك كان عنده هورنت في يوم من الأيام، وده يوضح قد ايه الموتوسيكل ده كان منتشر جدا ولسه منتشر لحد النهارده. في الاخر انا شخصيا بحب الهورنت وبحب تصميمه، وكنت مبسوط وانا بعمل الفيديو ده، واتمنى انت كمان تكون مبسوط انك بتتفرج عليه. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ومع السلامة.